انا بهيج. وانا بدر. بتقابلنا مشاكل كتير جدا واسئله اغرب وعمرنا ما بنلاقي لها اجابه، ولا احنا ولا انتوا، ولا هنعرف نلاقي لكم اجابه ليه. بس ادينا بنحاول وبنتكلم مع بعض، واي حد عنده اسئله غريبه يبعت لنا ويعمل سبسكرايب. الايام الاخيره البيزون انتشر فشخ الفشخ، بس يا ترى ليه البنات بتلبسه لا مؤاخذه؟ لقينا اسباب كتير، يلا بينا نشوفها مع بعض. يمكن عشان موضه بره وانتوا بتحبوا تعيدوا بره، بس ما خدتوش بالكم يا موزه في مصر. هما بره بيلبسوا حاجات طويله عليه وانتوا بتلبسوا اقصر حاجه عندكم، يبقى اكيد مش موضه. ممكن يكونوا عشان عايزين يتجوزوا مثلا وماشيين بمبدا العرض والطلب، بمعنى انها تبقى سكسي ومغريه وتوري العريس ان عندها خلفيه حضاريه متميزه فيتقدم لها. بس طبعا وانت بتوري العريس الكلام ده كله القاهره الكبرى كلها شافت لباسك. بهيج. لباسك يعني لبسك باللغه العربيه يا جماعه. يمكن ثورات الربيع العربي السبب في انتشاره كنوع من انواع الحريه، بس ده مفهوم غلط للحريه. ما تبقوش تزعلوا بعد كده لما حد يضايقكم، يرمي كلمه، يعدي بموتوسيكل. ما تقولوش نلبس اللي احنا عايزينه وهما ما يبصوش، لان هما مش بيبصوا. انتوا لا مؤاخذه اللي بعربيه. اخر سبب عندنا ممكن يكون بيلبسوه عشان يتشقطوا ولا مؤاخذه، ودول طبعا خساره فيهم الكلام، مهم الافعال. الشباب في منهم مبسوط جدا وفي منهم يطالب باسقاط البيزون. انا مش فاهم اسقاطه ولا اسقاطه، اصلا اسقاطه يبقى برضه زي عدم، مفيش خفيه اكتر من كده. اهدوا يا شباب، احنا مش هنعمل ثوره يعني عشان نلغي البيزون. احنا هنوجه للبنات تحذير شديد لله، يا تبطلوا تلبسوا البيزون ينزل لكم الكلسون.